أما الطبق الأخير الموجود في القائمة المقترحة فهو طبق حلو. هي وصفة بطاطا حلوة في شراب الزنجبيل المحلى، وهي وصفة مناسبة لكل الأوقات ولكل المواسم، خاصة موسم الشتاء أو عندما تشعر بالإجهاد وتحتاج إلى مصدر للطاقة والكربوهيدرات. فالبطاطا الحلوة لها طعم لذيذ بذاتها، وهي مصدر للسكر الطبيعي، كما أنها مصدر للكربوهيدرات ومصدر للفيتامينات، ولها شعبية عند أغلب الناس خاصة في فصل الشتاء. أما الزنجبيل فله فوائد عظيمة للجسم، خاصة في محاربة أمراض الشتاء كالبرد والزكام والإنفلونزا. كما أن الطبق محلى بسكر طبيعي، ويمكن تحليتها كذلك بسكر النخيل ذو النكهة المكرملة. لكن في حال عدم توفر النوعين يمكنك تحلية الطبق بقليل من السكر الأبيض. طبق لذيذ وبسيط في آن معا، يمكنك تحضيره من مكونات بسيطة تتوفر طوال العام، وهذه المكونات هي ماء للطبخ، حبتين من البطاطا الحلوة، شرائح زنجبيل طازج كما تحب، نصف كوب. نبدأ بتقشير البطاطا الحلوة. البطاطا الحلوة لها نوعان. النوع الأول ذو اللون البرتقالي، وهو الأكثر فائدة لأنه غني بالبيتا كاروتين، وهو من مضادات الأكسدة. أما النوع الثاني ذو اللون الأبيض العاجي، وهو الألذ في الطعم والغني بالكربوهيدرات، وهو المناسب لإعداد هذا الطبق. لكن يمكنك إعداد الطبق من النوعين ولك حرية الاختيار. بعد تقشير البطاطا الحلوة وغسلها، أقطعها إما قطع طولية حجم وسط أو أقطعها عرضية دوائر. أصب لتر من الماء في قدر عميق على النار، عند غليان الماء أضع قطع البطاطا الحلوة وأنتظر حتى تنضج القطع وتستوي نصف استواء. عند ذلك أضع شرائح الزنجبيل الطازج، وإذا تحب أن تشعر بنكهة الزنجبيل أكثر فيمكنك زيادة الكمية. ثم أضع سكر وقليل من الملح للموازنة. أقلب المكونات بحذر بملعقة خشبية حتى لا تتفتت قطع البطاطس. الطعم الناتج يكون حلو مالح في طعم ونكهة متوازنة، مع الشعور بنكهة الزنجبيل المميزة. طبق الحلو جاهز.
أضعه في صحن التقديم. يفضل أن تكون القطع 3/4 استواء حتى تتلذذ بالقطع أثناء تناولها، والشعور بشيء من القرمشة مع الطعم الحلو المالح ورائحة الزنجبيل المميزة.